السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد وكل سنة وانتم طيبين. تفريزات رمضان 2025 ان شاء الله هنعملها مع بعض بمنتهى السهولة. الستات بقى اللي مش بتحب تفرز او بتكسل او ما عندهاش مكان، ما عنديش بقى دي فريزر فانا مش هفرز، ما عنديش الفريزر بتاعي صغير، طب انا مش عارفة افرز ازاي بالطريقة الصحيحة، او انا عندي حاجات شغلاني كتير جدا عن ان انا اجيب كل انواع الخضار اللي في السوق وافرزها. يلا كلكم بقى اجمعوا معايا النهارده، هقول لكم باذن الله هنعمل يعني نوعين ثلاثه كده من الخضار بمنتهى السهوله. لو انتي اصلا مش بتحبي تفرزي او ما عندكيش مكان او ميزانيتك على قدك، ان شاء الله الفيديو ده هيفيدك جدا والفيديو ده ليكي. اول حاجه بقى نسمي الله كده وندخل على فيديو النهارده. ولو لسه ما اشتركتيش عندي اشتركي، ولو ما حطيتيش لايك حطي لايك عشان ان شاء الله الفيديو هيعجبك. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. عندي هنا الطماطم، مش هقول لكم هما دول قد ايه، بس هقولك هاتي اللي يكفيكي او هاتي اللي تقدري تجيبيه. ليه؟ لان الفيديو ده مش قاعدة يعني لازم تجيبي 10 كيلو 5 كيلو، لا، الطماطم على قدر استطاعتك. هنجيب الطماطم، انا جبت النهارده طماطم، انا بوريكم جبت ايه. جبت طماطم، جبت بسله، ده حوالي كيلو من البسله. جبته ويعني بصراحه زوجي اللي جابولي في طريقه كده، انا ما مش انا اللي جايباه يعني، فقلت ايه هعمله برضو معاكم في الفيديو، كيلو كده يبقى خفيف علينا. وكمان بيقولوا بقى ان البصل والطماطم هيغلوا والبطاطس، فجبت برضو حوالي 3 كيلو من البصل. تعالوا برضو نحطهم مع بعض. انا عندي هنا بعمل ايه، بجيب ده جزء من التربو، طبعا كل الناس عندها التربو العادي الطبيعي الجميل اللي احنا بنحط فيه البصل والثوم في مكانه. انا بقى مش على كده فوق التلاجة عشان خاطر ايه، احباب الله اللي عندي مش بيخلوه اي حاجة. يعني انا لو حطيت التربو في مكانه الطبيعي هتبصوا تلاقوا البصل ده بيتلعب بيه الكورة في جميع انحاء الشقة. فانا ايه، خلعت القطعة دي من التربو وحطها فوق التلاجة عندي، واحيانا بدخلها فوق دي فريزر في البلكونة علشان ايه، احافظ يعني ان البصل يفضل في مكانه ابن ناس كده ومرصوص. حطيت بقى البصل لان انا بحب افرش كده كيس او اي مثلا شنطة مفتوحة اي حاجة علشان القشر بتاع البصل او اي حاجة ترابة او اي طينة او اي حاجة ما تقعش كده وتبهدل لي الدنيا يعني. نفس الكلام بعمل كده في البطاطس برضو. لو بحطها في بوكس مثلا يكون مخرم كده بحطها برضو، بحط لها كيس او بفتح الشنطة اللي هي جاية فيها وبستخدم منها. انا جبت بطاطس وبصل وبسلة وجزر وطماطم، بس طبعا البطاطس انا بحطها لاني هستخدمها الصراحة. ما قلت يعني قلت مش هفرز السنة دي، انا بفرز، كنت بفرز من باب الرفاهية كده، من هو ايه من ضمن التفريزات، بس طبعا السنة دي مختلفة شوية مفيش وقت، فبصراحة قلت مش هفرز. بصوا بقى تعالى اقول لكم على فكره حلوه قوي بالمره كده واحنا واقفين. انا انا ما عنديش عياشه، يعني عندي عياشه خشب كده بس ملهاش غطا. طول ما انا حاطه الفينو والحاجات دي على المطبخ الولاد بيشدوها ويفرفتوا الدنيا ويبهدلوا الدنيا في الارض بالفينو وبالعيش. فالبوكس ده كان عندي كده منظم عادي خالص ما فيهوش اي حاجه، فقررت ان انا احطه كده على الرخامه، شكله حلو قوي وعملته زي العياشه كده. هو مخرم كده وحلو وفي نفس الوقت بيحفظ الحاجة وجميل جدا. دي فكرة بسيطة كده على السريع. تعالوا اول حاجة بقى نبتدي بالبسلة. هفصص كده البسلة بتاعتي، وطبعا انتي لو عندك بنوتة صغيرة كده هتحب قوي الموضوع. انا عندي عملت كام واحدة معاكم كده واديت الشنطة لبنتي كده، قعدت كده قدام التلفزيون وقعدت ايه تفصص لي البسلة ديت. كانت مستمتعة الصراحة بما اننا في اجازة الا ربع يعني، فقالت ايه يعني اللي هو نوع من انواع الرفاهية، وفي نفس الوقت بتعودي برضو بنتك ان هي تساعدك، او تعوديها ان هي تعمل حاجة مختلفة غير ان هي تمسك تليفون او تعمل اي حاجة غير مفيدة يعني. بس بفصص بقى البسلة كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى ادخل على حاجة تانية الا وهي الجزر. الجزر بقى جوكر بصراحة، من الحاجات اللي ما بنستغناش عنها في وصفاتنا في السلطات، للعدس في الشتاء، مبشور بقى وقطع للشوربة، للبسلة زي كده حاجات كتير قوي. كان عندي الجزر كده برضو حوالي كيلو ونص من الجزر، الكيلو ونص ب10. حلو قوي.
هقشره بقى. واستخدمت بصراحة القشرة اللي انا وريتها لكم في فيديو المشتريات المرة اللي فاتت وطلعت حلوة. انا قلت ان هي مش حلوة وتلمة وكده، بس الصراحة انا تقريبا كنت ماسكاها غلط او ما كنتش عارفة استخدمها. لما مسكتها وابتديت ان انا استخدمها كده على الخفيف ما غرزهاش قوي في الحاجة، لقيتها جميلة جدا وبتقشر وسريعة. فحمدت ربنا يعني، قلت يلا كويس يعني فلوسي ما راحتش على الارض. قشرت بقى، هقشر بقى الجزر كده زي ما انتوا شايفين. وتعالي بقى نغير الفكرة بتاعت انا. لا انا بحب، في ناس بتقول كده يعني انا بحب الخضار فريش. لا الخضار موجود على طول في السوق، واللي مش موجود موجود في السوبر ماركت. وفي ناس يعني هي الناس مثلا مش هنقول كسلانين، بس هنقول ما عندهمش وقت. وفي ناس تانية بتحب الحاجة الفريش. وفي ناس ما عندهاش فكرة التفريزات دي اصلا اوبشن يعني. لا انا ليه افرز؟ ان احنا طول عمرنا بنعمل حاجة فريش. بصي بقى يا ست الكل، التفريزات دي هي بالظبط بمثابة 90% من اليوم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انتي هتجيبي مثلا بسلة، هتطبخي النهاردة بسلة، هتطبخي جزر، هتطبخي بسلة بالجزر يعني. ولحمة فراخ بقى ايا كان يعني. هتعملي الاكل بتاعك الطبيخ العادي، ملوخية ورز وبسلة وكده. لو انتي مش محضرة تحضيرات مسبقة زي كيس الطماطم اللي في الفريزر اللي هو كنز، زي كيس البسلة بالجزر اللي بتسحبيه كده وتحطيه على التسبيكة على طول، آم، زي مثلا ان انتي تكوني عندك اي نوع من انواع البروتين، سواء فراخ لحمة اي حاجة انتي غسلاها ومنضفاه وزي الفل ومقسماه وحطاه في الفريزر. طبعا كل ده على حسب ميزانيتك وعلى حسب احتياجاتك وعلى حسب ظروفك المادية. بس صدقيني ده فعلا فعلا بيبقى منقذ جدا للستات بقى اللي بتشتغل. الستات اللي هي معاها اطفال صغيرين. مثلا انا مش بشتغل بس عندي اطفال صغيرين، ما عنديش وقت اقف في المطبخ اعمل الاكلة من A to Z. اللي هو انا عايزة مثلا ادخل اطبخ بسلة، هجيب بقى انزل اشتري البسلة وافصصها واقطع عليها الجزر واغسلها واعمل الطماطم في الخلاط. قصة قصيرة حزينة كده. لو انتي بقى مفرزة، انا بدخل بعمل ايه؟ بطلع الحاجة من اول ما اقوم من الصبح من الفريزر على المطبخ مثلا او في التلاجة من تحت بتفك. عقبال ما افطر، عقبال ما مثلا افطر ولادي، عقبال ما اعمل اي حاجة بتكون الحاجة فكت. يا دوبك بصلاية على النار، وكمان ان شاء الله هنفرز مع بعض بصل جاهز كده على الاكل على طول. تطلعي كيس البصل تعمليه على طول في الحلة وترمي عليه شوية السمنة او الزيت، وترمي كيس الطماطم شوية وكيس الخضار وخلاص. يعني احنا في رمضان بنحتاج كده قوي. اكيد هنقول زي كل سنة رمضان مش شهر الاكل، بس احنا بنحاول نوفر وقفة الصيام. وقف ان نتفرغ اكتر، ان احنا مثلا بنقعد بعد الفجر نقرأ قرآن، او نصلي مثلا الضحى، او نصلي مثلا الصبح. يعني ايا كان احنا بنعمل ايه بعد الفجر. ما بننامش على طول فبنتأخر في النوم شوية. بتقومي قبل الفطار عايزة تعملي حاجات كتير جدا. تعالوا عشان ما نخرجش بره المحتوى. انا هنا قطعت الجزر نصين، نص طرنشات كده زي ما انتوا شفتوا. وده بخليه مثلا للشوربة، للعدس، للحاجات ديت. والجزء التاني قطعته مكعبات علشان البسلة. عندي هنا كيلو البسلة انا قسمته. المفروض انا بالنسبة لي بعمله على 3 اكياس، بس انا حبيت ان انا اعمله على كيسين، بحيث ان انا لو عملت اكلة مثلا تكفيني يومين. فهقسم كيلو البسلة على نصين، نص كيلو بسلة مع الجزر. وكمان احيانا بحط بطاطساية كده مع البسلة. فهتبقى أكلة ما شاء الله محترمة. يعني حلة بسلة محترمة تكفينا يومين، بما ان عدد أسرتنا ما شاء الله يعني زادوا كده. بس كده عبيت كده. حابة بقى تعملي في كيس ماشي اوكي، حابة تعملي في علبة تمام شغال. بعبي كده البسلة جنب الجزر. وفي ناس بتحب تنزل البسلة في مية بتغلي وتطلعها على مية ساقعة، والكلام ده عادي جدا مفيهوش اي حاجة. برضو طريقة حلوة وسهلة ومفيهاش اي حاجة، بس انا عملت السهل بالنسبة لي وبالنسبة لظروفي. انا هنا جاية بخاطب الست اللي بتشتغل ومستعجلة جدا، وبخاطب الست اللي عندها امتحانات ودروس وتمارين. الستات اللي ما عندهمش وقت يقفوا في المطبخ، قاعدة في بيت عيلة بقى ومحتاجة تعملي شوية حاجات في شقتك قبل ما تنزلي لحماتك. اللي هو انت عروسة جديدة عايزة تعملي الحاجة السهلة.
بصوا انا جايبه لكم اسهل حاجه، اسهل حاجه، ومش شرط تعملي كل انواع الخضار في يوم واحد، لا انا عملت النهارده بسله وطماطم مثلا بس، ومعايا مثلا بقيه الجزر رحت عاملاه 4 اكياس كده واحطهم في بوكس في الفريزر، هيبقوا سهلين معايا. فضيت كده ما شاء الله الطماطم بتاعتي كلها في الحوض عندي، طبعا الحوض غسلاه وكنت غاسله المواعين وصبنت الحوض ودلقت فيه حبه خل وعقمته كويس جدا مفيهوش اي حاجه. فضيت كل الشنط بتاعه الطماطم احطها جوه بعض واحطها جنبي على الحوض، الم فيها كل الحاجات العنق بتاع الطماطم اللي هيطلع ده، علشان ما بهدلش الدنيا عندي، بواقي الطماطم، يعني بواقي الحاجات بتاعه الطماطم، وتبقى المنظر مش حلو. جبت هنا بقى الحلة اللي انا هفرص فيها وهبتدي واحدة واحدة، لازم افتح الطماطم 2 تحت الحنفية، بشيل الحتة اللي هي الخضرة اللي فوق ديت وبفتحها نصين، لازم ابص في واحدة واحدة، وابتدي ان انا احطها كده في الحلة، بقسمها 2. بلاش تحطوا الطماطم سليمة او تنغزوها كده نغزة لان بتاخد وقت كبير، وفي نفس الوقت بتفتح كده على البوتاجاز وبتعمل مية كتير، فلما بنفتحها كده لا بتغلي بسرعة، وانا مش بحب ان انا اغليها غلوة، يعني اغليها كتير، هي مسافة ما بتدبل على النار بطفي، وهي بقى لوحدها بتنزل كده لتحت وبتاخد سخونية الحلة بتاعتي. دي طريقة. في طريقة تانية برضو بتبقى حلوة، بحس ان هي برضو حلوة جدا، بس بحس ان هي مرهقة شوية، ان انتي بتقطعي وتضربي في الخلاط وتفضي في حلة وتسبكي، وبعد ما تخلصي يعني تسبكي على النار. انا هنا عملت اول حلة حطيتها على نار هادية، وهبتدي احط لها كوباية من المية علشان يعني اتفادى ان الحلة تلزق او مثلا تتحرق او حاجة. بتعملي الطماطم في الخلاط وتروحي حطها في الحلة، او تصفي الاول وبعدين تدلقي اللي انت صفيتيه في الحلة، تفضيه في الحلة. دي طريقة كويسة، ودي الطريقة السهلة بالنسبة لي، ان انا بسبك على طول وبضرب في الخلاط. لو حابة ان انا اصفي بصفي، بس مش بصفي كل الكمية بصراحة لان الموضوع بيبقى مرهق. للمحشي للحاجات دي بخلي الطماطم زي ما هي، لو صفيت بصفي مثلا 4 5 اكياس علشان الطبيخ بيحب الطماطم البيور اللي هو ما تبقاش فيها بذر ولا فيها اي حاجة، بتطلع طعم الطبيخ احلى، ان ما يبقاش فيه قشر او بذر او حاجة تمرر الطبيخ بتاعي. انما لو محشي او حاجة لا، احنا عايزين الطماطم تقيلة كده وسميكة، فمش بنصفيها. قطعت بقى، عملت اول حلة وهعمل تاني حلة، وبحب الم كل الحلل الكبيرة اللي عندي، وبالذات لو حلة الومنيوم كده بملاها، وما تقلقوش هي بتنزل لتحت لوحدها. دي تاني حلة، وبعدين عملت تالت ورابع حلة. الكمية دي خدت 4 حلل على النار ما شاء الله. حلتين اللي ورا كنت طفيت عليهم وبصوا هي بتدبل لوحدها، الحلتين اللي قدام برضو واحدة طفيت عليها والتانية كانت شغالة، وسبتهم بقى بصراحة لحد بالليل، احنا كده كنا الصبح، سبتهم لحد بالليل لما هديوا خالص وبقوا يعتبروا دافيين كده. جبت بقى الخلاط بتاعي، ولما تكوني عاملة كمية طماطم كبيرة ما تشغليش الخلاط دايركت، يعني انا كنت بعمل ايه، بعمل حلة واريح الخلاط وادخل انا كمان ارتاح اشرب حاجة، اشوف ولادي عايزين ايه، اتغدى، ابشر الاكل اللي انا بعمله على النار كده، بحيث ان انتي ما تبقيش ما يبقاش اليوم بالنسبة لك مرهق، وفي نفس الوقت تبقي اللي هو ايه الدنيا تمام، وانتي يعني الحمد لله امورك تمام، ما تبقيش الموضوع مرهق بالنسبة لك. انا بالنسبة لي عملت الكمية دي هي اللي مثلا تكفيني او اللي انا قدرت اعملها. انتي حابة تعملي مثلا 5 كيلو 10 كيلو على حسب مقدرتك المادية والبدنية. بس صدقيني الطماطم بالنسبة لك برضو جوكر، او كلها نعم من ربنا، بتبقى حاجة كده في البيت، يعني مش قادرة اوصفلك، عندك طماطم معصورة يبقى انتي كده عندك كنز. بضرب كده في الخلاط وببتدي ان انا اعبي في الاكياس على طول، جنبي الاكياس مفتح شوية اكياس كده في طبق، وابتدي ان انا اعبي الاكياس على طول. هعمل اول دور كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هدخل على الدور التاني. انا الاضاءة عندي مش احسن حاجة فتحسوا لون الطماطم باهت شوية، بس هي في الحقيقة لونها احمر وحلوة جدا. انا طبعا في اوقات بحب احط عليها بنجر كده عشان اعلي القيمة الغذائية،
وفي نفس الوقت اخلي لونها احمر اكتر. بس انا وانا بعمل بصراحة معرفش ما حطيتش او كان البنجر قدامي، بس انا ما حطيتش. بس انتي لو حابة لونها يبقى احلى من كده ويبقى لونها احمر، حطي على كل حلة كده حتة بنجرية محترمة، هتتضرب كده معاكي في الخلاط وانتي بتضربي، وهتدوب كده في الطماطم وهتبقى زي الفل. بعبي كده الاكياس بتاعتي زي ما انتوا شايفين، و بتفضي بقى. طب انا ما عنديش مكان في الفريزر وعايزه افرز كل الانواع وعايزه اعمل خلطات ووصفات وحركات والكلام ده، هقولك على حاجه هتعملي الحاجه الاساسيه قوي، الا وهي الطماطم. هتعملي منها كميه حلوه، وهتحاولي ان انتي مثلا عملتي 4 5 اكياس هتدخليهم على صينيه مفرودين خالص، يعني الطماطم بتاعتك او الكيس مفرود تماما، يتجمدوا. وبصوا دي كمية الطماطم اللي عندي، بسم الله ما شاء الله. يعني مش كلها طبعا، انا وريتكم بس كام كيس، بس انا كنت بعمل وبرص في الفريزر. هتجمدي الاكياس بالشكل المفرود، ولما يتجمدوا تحطي في بوكس ورا بعض وترجعي تجمدي شوية اكياس كمان. الطريقة بتاعت الكيس المفرود دي بتخلي الطماطم ما تاخدش معاكي مكان في الفريزر، وكمان بتبقى سهلة ان هي تفك بسرعة. خلصنا بقى الكمية بتاعتنا ومرضتش انام الا لما اقضي على الحلل اللي انا استخدمتها، غسلتها كلها. البوكس اللي كان فيه طماطم في التلاجة برضو اخدته معايا. بصوا ظبطت المطبخ بصراحة ورجعته كما كان. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم ونال رضاكم، وما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو واشتراك في القناة.